السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا تانية اعدادي؟ انا مس سارة ومكملة معاكم شرح منهج تانية اعدادي 2026، ودي الحصة العاشرة لينا مع بعض. في الفيديوهات اللي فاتت خلصنا شرح موديل دو وكمان عملنا مراجعة لشهر نوفمبر. اما فيديو النهاردة فهنبدأ في شرح موديل تروا، وهو ده اخر موديل عندنا في المنهج. وموديل تروا عندي بعنوان جبرولترا بور الكسندري. جبرولترا بور الكسندري. انا باخد القطر او بركب القطر عشان اروح اسكندرية. فيلا نبدأ مع بعض ونشوف هناخد ايه في موديل تروا. نقدر نقسم موديل تروا لثلاث جزئيات. الجزئية الأولى وهتبقى وسائل المواصلات وحروف الجر اللي بتجيلي مع وسائل المواصلات. فأنت أول حاجة مطلوب منك تعرف أسماء وسائل المواصلات وإيه حروف الجر اللي بتجيلي مع كل وسيلة مواصلات. دي أول جزئية. الجزئية التانية وهي الأماكن وحروف جر الأماكن، سواء كانت الأماكن دي أماكن عامة زي المكتبة والمسرح والسينما والمدرسة، دي أماكن عامة، أو كانت مدن ودول. يبقى أنت هتاخد الأماكن وحروف الجر اللي بتيجي معاها. الجزئية التالتة الاتجاهات، الشمال الجنوب الشرق الغرب، وإزاي بستخدمهم. يبقى احنا كده قسمنا موديل تروا لثلاث حاجات: المواصلات وحروف الجر معاها، الأماكن وحروف الجر اللي بتيجي معاها، وكمان الاتجاهات وإزاي استخدمها. وعشان نعرف ده كله لازم ناخد أول حاجة الكلمات، ونبدأ بأول جدول وهو جدول الكلمات المذكرة. وبما إننا هناخد وسائل مواصلات فجايب لك أول كلمة وسيلة مواصلات: موياد وترانسبور. موياد وترانسبور. مكان: ليون. ليون. سائح: توريست. توريست. كلمة سائح بتنتهي بحرف الأو، يعني تنفع سائح وسائح. سائح توريست. طب سائحة إن توريست، أأنس بس الأداة. مسافر: فواياجر. فواياجر جاي منها فيرب فواياجي، يسافر. موظف: ان امبلويي. امبلويي. محيط: ان اوسيون. اوسيون. نهر: افلاف. فلاف. نهر النيل: لو نيل. لو نيل. رحلة: فواياج. فواياج. مطار: ان ايروبور. ايروبور. دولة: ابي. ابي. خد بالك كلمة دولة بتنتهي بحرف الاس، يعني تنفع مفرد وتنفع جمع. وهي مفرد بنقول ابي، طب وهي جمع بنجمع بس الأداة، نسيب الكلمة زي ما هي، فبنقول دي بي، دول. أثر تاريخي: أمونيمو. مونيمو. الصباح: لوماتا. لوماتا. المساء: لوسوار. لوسوار. حصان: شوفال. أشوفال. ونيجي للجنب التاني وأول كلمة عندي شعار: سلوجون. سلوجون. مكان أو موقع: سيت. سيت. عندي كلمة تانية بمعنى موقع: ديبلاسمون. ديبلاسمون. تذكرة: بيي. بيي. كلمة كمان بمعنى تذكرة: تيكي. تيكي، عاملة زي كلمة تيكت في الإنجليزي. نصيحة: كونسي. أكونسي بيجي منها فيرب ينصح: كونسيي. كونسيي. الجنوب: لو سود. سود. الشمال: لو نور. لو نور دي مش منطوقة. الشرق: لي. لي. الغرب: الويست. الويست. مكتب سياحة: كلمة مكتب بيرو. سياحة توريسم، يبقى بيرو دو توريسم. بيرو دو توريسم. الرحيل: لو ديبار. لو ديبار. الوسط أو المنتصف: لو سنتر. سنتر. الحد الأقصى: لو ماكسيموم. ماكسيموم. ونيجي لتاني جدول وهو جدول الكلمات المؤنثة. وأول كلمة عندي خريطة: إن كارت. إن كارت. مدينة: إن فيل. فيل. البحر: لامار. لامار. البحر الأحمر: لامار روج. لامار روج. طب البحر المتوسط: لامير ميديتيرانيان. مير ميديتيرانيان. عاصمة: إن كابيتال. كابيتال. محطة القطار: لاجار. لاجار. محطة الأتوبيس أو موقف الأتوبيسات: لاجار روتيار. جار روتيار. جار لوحديها محطة القطار، جار روتيار ده موقف الأتوبيسات. ساعة زمنية: une heure. une heure. أنا عندي 3 كلمات بمعنى ساعة. عندي الساعة الزمنية اسمها une heure،
عندي ساعة اليد اللي هي الاكسسوار اللي بلبسه في ايدي إين مونتر. عندي ساعة الحيطة اللي بعلقها على الحيطة اسمها إين أورلوج. وصول إين أريفي. إين أريفي يجي منها فيرب يصل، أريفي برضه. فترة النهار إن جورني. إن جورني. مدة إن ديري. ديري. معلومات ديزانفورماسيون. انفورماسيون. بوصلة الاتجاهات أو وردة الاتجاهات إن روز ديفون. روز ديفون. ونيجي للجدول الثالث وهو جدول الأفعال. وأول فعل عندي بروندر. بروندر بمعنى إيه؟ بمعنى يركب أو يأخذ، وكمان بيجي بمعنى يتناول. فيرب يذهب ألي. ألي. يحدد موقع لوكاليزي. لوكاليزي. وعندي فعل كمان بمعنى يحدد موقع سوتويي. سوتويي. طب عندي يقع أو يوجد، عندي فعلين بمعنى يقع أو يوجد، سو سوتويي وسو تروفي. سو سوتويي وسو تروفي، ودول أفعال مجموعة أولى بس ذو ضميرين. يتنقل سو ديبلاسي. سو ديبلاسي. يرحل أو يغادر بارتير. بارتير. يزور فيزيتي. فيزيتي. ينصح كونسيدو. كونسيدو. يشرح اكسبليكي. اكسبليكي. نيجي للجنب التاني وأول فعل يستخدم utiliser. utiliser. يمشي مارشي. مارشي. يعبر أو يعدي. يعدي الطريق، يعدي الشارع ترافرسي. ترافرسي. يسافر فواياجي. فواياجي بيجي منه كلمتين، كلمة فواياجير مسافر، وبيجي منه فواياج رحلة. يصل arriver. arriver اللي جاي منه كلمة ايه؟ arriver وصول. يطل على، الفعل ده مهم جدا. عندي فيرب دوني. دوني لوحده بمعنى يعطي. دوني لوحده بمعنى ايه؟ بمعنى يعطي. لكن لو قلت دوني سير بمعنى يطل على. يستكشف découvrir. découvrir. يرى يشوف يعني voir. voir. يعرف connaître. connaître. يخطط مسبقا أو يتوقع prévoir. prévoir. ونيجي لآخر جدول في الكلمات وهو جدول متنوعات. وأول كلمة عندي سريع رابيد. رابيد بسرعة فيت. فيت. حد يقول لي يا مس ايه الفرق بين سريع وبسرعة؟ الفرق ان كلمة سريع دي adjective صفة، لكن بسرعة adverb ظرف. يبقى رابيد دي صفة لكن فيت ظرف. عملي pratique. pratique. مريح comfortable. comfortable. مش زي الانجليزي، النطق شبيه شوية والشكل بس مش زيها تماما، لان في الانجليزي بنقول com بالام، هنا بالان. شيق intéressant. intéressant. جميلة belle. belle. مرحبا bienvenue. bienvenue اللي هي بتساوي welcome في الانجليزي. قبل avant. avant عكسها بعد après. après. حوالي أو تقريبا environ. environ. منذ depuis. depuis. يلزم أو يجب il faut. il faut. ودي لازم يجي بعديها الفعل في الانفينيتيف، الفعل في المصدر، وما ينفعش اشيل الضمير المفرد مذكر واحط مكانه ال او احط مكانه الضمير اون، ما ينفعش، ده تعبير ثابت il faut. يفاصل او يناقش السعر، العادة المصرية بتاعتنا الجميلة discuter le prix. discuter le prix يفاصل. ذهاب وعودة، لما بنيجي نحجز تذكرة ممكن نحجز تذكرة ذهاب وعودة اللي هي ذهاب وإياب، وممكن نحجز تذكرة ذهاب بس. ذهاب وعودة اسمها aller retour. aller retour. طب ذهاب بس رايح بس aller simple. aller simple. هذا يكلف، ده بيكلفني كذا. سكوت. سكوت. écoute دي كوت ده فيرب اسمه كوتي يعني يتكلف، وهنا مصرف مع الصاد. الصاد دي بيساوي الإيل في التصريف، فهنا فعل مجموعة أولى هنحذف الأو آر ونضيف النهاية مع الإيل هتبقى أو، فبنقول سكوت. على حافة أو على شاطئ أوبوردو. أوبوردو. رحلة سعيدة بون فواياج. بون فواياج. وصول سعيد بون أريفي. بون أريفي. ونيجي بعد كده لوسائل المواصلات.
وسائل مواصلات لموياد وترانسبور. أول وسيلة مواصلات عندك التاكسي، أتاكسي أتاكسي. عربية une voiture voiture. أتوبيس un أوتوبيس أو أبيس، أتوبيس أو بيس. مترو أمترو أمترو. الترام أترامواي ترامواي، ممكن أختصرها بترام. السكوتر أسكوتر سكوتر، ممكن نقولها على السكوتر أو على الموتوسيكل يبقى بطة كده، أو الفسبة. موتوسيكل بقى إيه موتو موتو. لو لاحظتم كل وسائل المواصلات اللي قلناها مذكرة ما عدا إيم فواتير عربية وإيم موتو موتوسيكل، هما دول بس اللي عندك مؤنث، الباقي كله مذكر. يبقى كل وسائل المواصلات اللي عندي مذكرة ما عدا إيم موتو وإيم فواتير عربية. عجلة أفيلو فيلو. قطر أترا أترا. الأتوبيسات اللي بنسافر بيها مثلا رايحين الغردقة، رايحين شرم الشيخ، اللي بنروح بيها الرحلات دي اللي بتبقى كبيرة، اللي بنقول عليه حافلة، اسمه أنوتوكار أنوتوكار، ممكن نختصره بكار. طيارة أنافيون أنافيون. طيارة مذكر مش مؤنث، اتفقنا ان مفيش غير 2 بس المؤنث، موتوسيكل وعربية. سفينة أو مركب أباتو باتو. دول كانوا وسائل مواصلات. جايب لي بقى ملاحظات على وسائل المواصلات. أول ملاحظة بيقول لي عند التنقل بين المدن والقيام برحلات نستخدم، يعني أنا لو عايزة أتنقل من مدينة لمدينة أو أقوم برحلة، إيه وسيلة المواصلات اللي ممكن أركبها؟ ممكن آخد العربية بتاعتي اللي هي فواتير لو أنا عندي عربية، ممكن آخد الحافلات اللي هي أتوبيسات الرحلات اللي هو الأوتوكار. في حاجة كمان هو مش كاتبها، إيه هي؟ التران، القطر. ممكن أركب قطار عادي، يبقى أنا ممكن آخد الفواتير العربية أو الأوتوكار أو الترام. طب عند التنقل داخل المدينة، لو أنا عايزة أتنقل داخل المدينة وسط البلد في البلد بتاعتي، إيه اللي ممكن أركبه؟ ممكن أركب مترو، تاكسي، بيس اللي هو الأتوبيس اللي هو زي السرافيس كده، الفواتير العربية بتاعتي، الفيلو العجلة، الموتور الموتوسيكل، السكوتر. طب لو أنا عايزة أسافر برا خارج البلاد أسافر بإيه؟ ممكن تسافر بالطيارة لافيون، ممكن نسافر عن طريق البحر بالباتو اللي هي المركب أو السفينة. ونيجي بقى لحروف الجر مع وسائل المواصلات. في البداية يا سيدي أنا وأنت هنقسم وسائل المواصلات لنوعين: وسائل مواصلات نركب عليها فوقها، وسائل مواصلات نركب داخلها يعني بنقعد جواها. تاني، احنا نقسم وسائل المواصلات لنوعين: وسائل مواصلات بنركب عليها، وسائل مواصلات نركب بداخلها. وسائل المواصلات اللي بنركب عليها ليها حروف جر، واللي بنركب بداخلها ليها حروف جر تانية. طب تعالى ما نتكلم بالعربي ونقول ايه وسائل المواصلات اللي بنركب عليها. اللي بنركب عليها العجلة والموتوسيكل، هما دول بس. طب اللي بنركب داخلها باقي وسائل المواصلات. طب دول بياخدوا حروف جر ايه ودول بياخدوا حروف جر ايه؟ تعالى بقى ما نقرأ بالكتاب. عندي وسائل المواصلات التي نركب بداخلها تأخذ حرف الجر اون اللي هي الاي ان، زي اون فواتير بالعربية، اون مترو بالمترو، اون افيون بالطائرة، اون بيس بالأتوبيس، اون تاكسي بالتاكسي، اون ترا بالقطار. يبقى وسائل المواصلات اللي بنركب داخلها بتاخد حرف الجر اون. طب وسائل المواصلات التي نركب عليها تاخد حرف الجر زي أشوفال على الحصان، الحصان بنركب على ظهره، أي حيوان بنركب على ظهره، يبقى زائد الحيوان على طول. أشوفال. أسكوتر الفسبة، أفيلو العجلة، أموتو الموتوسيكل. يبقى أنا كده عندي 4 بياخدوا والباقي بياخد أشوفال، أسكوتر، أفيلو، أميتون. طب عند التنقل سيرا على الأقدام اللي احنا بنقول عليها في الإنجليزي أون فوت، عندنا بقى اسمها ايه؟ أبيي. خد بالك كلمة بيي مع انها اسمها سيرا على الأقدام، الأقدام جمع بس بيي مفرد مش جمع. فبقول مثلا جو في او بارك أبيي، أذهب إلى الحديقة سيرا على الأقدام أبيي. نقول تاني في السريع كده: وسائل المواصلات بتاخد حرفين جر، تركب عليها تاخد حرف الجر زي العجلة والموتوسيكل والحصان. طب تركب داخلها تاخد حرف الجر زي أي وسيلة مواصلات بنركب جواها، عربية، أتوبيس، تاكسي، مترو، أي وسيلة مواصلات تركب جواها أو داخلها. ونيجي للنقطة اللي بعد كده وهي أماكن ركوب وسائل مواصلات. يعني إيه أماكن ركوب وسائل مواصلات؟ يعني أنا مثلا عايزة أركب المترو، هروح فين عشان أركب المترو؟ عايزة أركب القطار القطر، هروح فين عشان أركب القطر؟
كل وسيلة مواصلات بيبقى ليها موقف أو مكان بتقف فيه، فالمكان ده ليه اسم، احنا عايزين نعرف ده النهاردة. جايب لي جدول مقسم لجزئين، الجزء الأول له موية وسيلة المواصلات وتحتيها بور بروندر لكي نأخذ أو لكي نركب. الجزء التاني له اليو المكان أونفا نذهب، ونبدأ بأول وسيلة مواصلات لوبيس الأتوبيس والأوتوكار اللي هي الحافلة أو الأتوبيس الكبير ده. عشان نركب الأتوبيس أو الأوتوكار بنروح فين؟ موقف الأتوبيسات أو محطة الأتوبيس، اسمها إيه بقى؟ الري دوبيس. كلمة الري اللي هي موقف دي كلمة مذكرة مبدوءة بحرف متحرك، عشان كده خدت لي إلا بص، يبقى على الري دوبيس. تاني وسيلة مواصلات لوترا القطار، بناخده منين؟ من محطة القطار. محطة القطر اسمها جار، كلمة مؤنثة مبدوءة بساكن فبنقول على جار. هنشرح حروف الجر اللي أنا عمالة أنوه عليها دي كمان شوية، فأنا بنوه لك عليها من دلوقتي عشان تبقى جاهز. يبقى أنا عندي الأتوبيس هناخده من الريدوبيس، القطر من الجار من محطة القطار. طب المترو من محطة المترو على ستاسيو دو مترو. طب الترام على ستاسيو دو ترام محطة الترام. الباتو المركب هناخده منين؟ من المينا أو بور، كلمة بور مذكرة مبدوءة بحرف ساكن فخدت ايو. لافيو الطائرة هناخدها منين؟ من المطار، ايروبور من اليريبور المطار. وجايب لي هنا تمرين بسيط على وسائل المواصلات، بيقول لي وصل، جايب لي صور واسماء وسائل المواصلات. اول حاجة انا افيو يعني طائرة، اوصلها بالطائرة. ترا يعني قطار، اوصلها بالقطار. تاكسي اوصلها بالتاكسي. ابيس اتوبيس، اوصلها بالاتوبيس او الحافلة. اباتو مركب، اوصلها بالمركب. وجايب لي كمان تمرين بس ده على وسائل المواصلات وحروف الجر. جايب لي و كل وسيلة مواصلات من دول هتاخد حرف جر ايه. نبدأ اول حاجة بيس الاتوبيس، نركب داخله ولا عليه؟ داخله يبقى ياخد اون. 2 موتوسيكل، داخله ولا عليه؟ عليه يبقى ياخد افيون طائرة، داخلها ولا عليها؟ داخلها تبقى تاخد اون. 4 بيي، ده تعبير ثابت على الأقدام اسمه ايه؟ ابيي. اوتوكار الأوتوكار نركب داخله ولا عليه؟ داخله يبقى اون. الباتو المركب، داخله ولا عليه؟ داخله يبقى اون. حد يقول لي يا مس ده مفروض المركب نركب عليه. الباتو ده مش اللي هو المركب الصغير اللي نخرج بيه نصطاد أو الحاجات البسيطة دي، لأ، الباتو ده المركب الكبير اللي ممكن نعمل فيه رحلة ونقعد فيها 3-4 أيام أو نسافر من دولة لدولة بيه، فبيبقى عامل زي كأنه مكان معيشة بنبقى راكبين جواه مش عليه. تمام، فده ياخد حرف الجر اون. الترا القطار اون، نركب داخله. الفيلو العجلة نركب عليها تاخد حرف الجر ترام نركب داخله يبقى ياخد اون. وجايب لي كمان تمرين على حروف جر المواصلات. أول نقطة مون بير فا أو ترافاي نقط بيس، بابايا بيروح الشغل نقط بيس. الأتوبيس وسيلة مواصلات نركب عليها ولا داخلها؟ داخلها يبقى تاخد حرف الجر اون. 2 اللام سود بلسي نقط فيلو، هي بتحب تتنقل بالعجل، العجلة نركب عليها ولا داخلها؟ عليها يبقى تاخد حرف الجر 3 جوفي على ليكول نقط بي، عايز يقول أنا أذهب إلى المدرسة سيرا على الأقدام، على الأقدام يعني أبيي. 4 نو بارتو نقط أفيون، عايز يقول نحن رحلنا أو نحن نرحل بالطائرة. أفيون نركب داخلها ولا عليها؟ داخلها يبقى تاخد حرف الجر أو. 5 جو موتو بلاس أم في نقط موتو، أنا بتنقل في المدينة بالموتوسيكل. الموتوسيكل نركب عليه ولا داخله؟ عليه يبقى ياخد حرف الجر 6 نوزالو على الأوبرا نقط فواتير، احنا رحنا الأوبرا بالعربية، العربية نركب داخلها ولا عليها؟ داخلها يبقى تاخد حرف الجر 7 إلى الريف أباري نقط ترام، هما وصلوا باريس بالقطار، القطار وسيلة مواصلات نركب داخلها ولا عليها؟ داخلها يبقى تاخد حرف الجر جو موتو بلاس نقط سكوتر، السكوتر داخله ولا عليه؟ عليه يبقى ياخد حرف الجر 9 جو فواياج نقط باتو، أنا بسافر بالمركب، المركب نركب داخله ولا عليه؟ داخله يبقى ياخد حرف الجر 10 تويتي دي بلاس نقط مترو دون لافيل، المترو نركب داخله ولا عليه؟ داخله يبقى ياخد حرف الجر
ونيجي لآخر جزئية معايا النهاردة، وهي الأفعال المستخدمة في التنقل. الأفعال اللي باستخدمها عشان أتكلم عن التنقل بين المدن، بين الدول، اللي باستخدمها في الحديث عن التنقل عموما يعني. جايب لي فيرب ايه؟ فيرب بروندر. فعل بروندر ليه 3 معاني، بمعنى يأخذ أو يركب أو يتناول. يتناول دي بتيجي مع المأكولات والمشروبات، مش محتاجينها في الوحدة دي خالص، احنا محتاجينه بمعنى يأخذ أو يركب. فيرب بروندر مجموعة كام؟ مجموعة تالتة. عرفت منين؟ من النهاية بتاعته، ينتهي بالإر أو. وطالما قلنا مجموعة تالتة يبقى شاذ في تصريفه، يبقى لازم تحفظ تصريفه زي ما هو. تصريفه كالآتي: جو برون، tu prends، il prend، elle prend. nous prenons، vous prenez، ils prennent و elles prennent. مرة كمان: je prends، tu prends، il prend، elle prend. nous prenons، vous prenez، ils prennent و elles prennent. بستخدم فيرب بروندر مع ايه؟ بستخدمه مع وسائل مواصلات. لكن فعل بروندر لما يجي مع وسيلة مواصلات لا تسبق ساعتها وسيلة المواصلات بحرف جر. يعني ايه؟ يعني فعل بروندر بيجي معاه وسائل المواصلات غير مسبوقة بحرف جر. اما المسبوقة بايه؟ مسبوقة بمحدد. طب ايه يعني ايه محدد؟ محدد ده 4 حاجات. ممكن يكون أداة نكرة، أدوات النكرة اللي هي الأ والإون والدي. أداة معرفة، اللو واللا والأبوستروف واللي. صفة ملكية اللي هي من، مامي، تون، تاتي، سون، ساسي. صفة إشارة، سو، سات، سات، سي. أقوله اللي قلته تاني: فعل بروندر بيجي بعده وسيلة مواصلات، بس وسيلة مواصلات غير مسبوقة بحرف جر، يعني مش بيجي بعده الآ والأون. امال بيجي بعده ايه؟ وسيلة مواصلات مسبوقة بمحدد. أداة نكرة، أداة معرفة، صفة إشارة، صفة ملكية. زي المثالين اللي هو جايبهم لك هنا: جو برو لوبيس، أنا أخذ الأتوبيس. هنا كلمة أتوبيس جاء قبلها حرف الجر أم؟ لا، أمال جاء قبلها أداة المعرفة لو، عشان موجود فيرب بروندر. المثال التاني: جو برو ما فواتير، أنا بأخذ سيارتي. هنا كلمة فواتير عربية مسبوقة بحرف الجر أم؟ لا، أمال جاي قبلها ما، صفة الملكية ما، عشان عندي فيرب بروندر. وجايب لي هنا تمرين على تصريف فعل بروندر، تعالوا ما نحله مع بعض. أول نقطة: نقط لوبيس لو متى. ضمير بيساوي ايه في التصريف؟ إيل المفرد المذكر، صرف مع الإيل، يبقى برو اللي هي التانية. 2: جو نقط لو ترا بور فواياجي، باخد القطار علشان أسافر، هصرف مع الجو، يبقى جو برو اللي هي الأولى. 3: مارك إزوي، جمع ولا مفرد؟ جمع مذكر، هصرف مع الإيلة بكأس جمع مذكر، يبقى برين الأولى. 4: فو نقط لوبيس شاك متى، هصرف مع الفو، يبقى فو بريني اللي هي التانية. 5: نو نقط لو تران، هصرف مع النو، يبقى نو برينو اللي هي الأخيرة. 6: كلمة وياد ترانسبورت تو نقط، عايز يقول له ما وسيلة المواصلات التي تأخذها، هصرف مع التو، يبقى تي برو اللي هي التانية. 7: بور ألي ليكول أنطوان نقط لو مترو، عشان يروح المدرسة أنطوان بياخد المترو، هصرف مع أنطوان بيساوي الضمير إيه للمفرد المذكر، يبقى برون الأخيرة. 8: فو نقط لافيو أولو تران، عايز يقوله حضرتك أو أنتم تأخذون الطائرة أم القطار، هصرف مع الفو، يبقى فو بريني اللي هي التانية. 9: ماري بريفير نقط لو مترو، خد بالك هنا عايز يوقعك. ليه بقى؟ جايب لي ماري بريفير، فيرب بريفيري هنا مصرف، يبقى الفعل اللي بعده على طول في المصدر. قاعدة عندك بتقول ايه؟ إذا كان في الجملة فعلان فإن الأول يصرف والتاني يبقى في المصدر، يبقى هنا هاخد فعل بروندر في المصدر اللي هي بروندر الأخيرة. 10: جو نقط لوبيس نيميرو 223، عايز يقول أنا بأخذ الأتوبيس نمرة 223، هصرف مع الجو، يبقى جو برون اللي هي التانية. وبكده أخيرا نقدر نقول إن انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا، فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة، وأي سؤال أو استفسار اكتبوهولي تحت في الكومنتات أو ابعتهولي على جروب التليجرام. أشوفكم في فيديو تاني جديد إن شاء الله. أوريفوار.